محيط مدينة وهران القبلي، لولا أنه شخصية من الشخصيات التي كانت قد اشتغلت في النظام العثماني للأسف الشديد، قد رفضت الانضمام تحت سلطة المسلمين وانضمت تحت سلطة العسكر الفرنسي، وهو الذي يقول فيه الأمير عبد القادر: تمنيت أن أرى فلان على صهوة جواده لا قطع رأسه وتلعب به أو يلعب به صبيان أبناء المسلمين. يعني الأمير عبد القادر شخصية متميزة وكان يعرف قدر الرجال، والدليل على ذلك أن الأمير عبد القادر في موقفه من قتل الأستاذ والشيخ أحمد قاضي أرزيو، وهو الذي تعلم على يديه أصول المذهب مالك وقواعد النحو والصرف في فترة ما بعد حفظه للمتون والقرآن الكريم في زاوية القيطنة، لما تعاون مع ديميشيل ومع الفرنسيين وزودهم بالجياد والميرة والطعام وغيرها، حكمت عليه السلطة في غياب الأمير بالإعدام وأعدموه. قال: والله لو كنت قد حضرت محاكمة سيدي أحمد قاضي أرزيو ما قتلت الرجل، بل عفوت عنه لأنني أعلم مدى ما ينفق الجزائري من مال ووقت حتى يصل إلى هذه الرتبة من العلم والاجتهاد. فالأمير شخصية يعني، ومقتل بن عودة ومقتل سيدي أحمد قاضي أرزيو في فترة مبكرة جدا. لذلك الأمير كان أهم ما أهله للقيادة هو معرفته لمحيطه، محيطه القبلي، محيطه العدائي، وكذلك العملاء الذين تعاونوا مباشرة مع الاحتلال الفرنسي في فترة متقدمة جدا، دون ذكر الأسماء لأنها تثير. محيط مدينة وهران القبلي، لولا أنه شخصية من الشخصيات التي كانت قد اشتغلت في النظام العثماني للأسف الشديد، قد رفضت الانضمام تحت سلطة المسلمين وانضمت تحت سلطة العسكر الفرنسي، وهو الذي يقول فيه الأمير عبد القادر: تمنيت أن أرى فلان على صهوة جواده لا قطع رأسه وتلعب به أو يلعب به صبيان أبناء المسلمين. يعني الأمير عبد القادر شخصية متميزة وكان يعرف قدر الرجال، والدليل على ذلك أن الأمير عبد القادر في موقفه من قتل الأستاذ والشيخ أحمد قاضي أرزيو، وهو الذي تعلم على يديه أصول المذهب مالك وقواعد النحو والصرف في فترة ما بعد حفظه